هكلمكم النهاردة عن المرأة الحورية. هل في حاجة اسمها كده أصلا ولا ده مصطلح بقى شائع وبقى كله يقوله وبقوا يعملوا عليه فيديوهات؟ هكلمكم كلام واقعي، مش هجيب لكم قصص من التاريخ لأن انتوا عارفينها. يعني لو عندكم فكرة عن المرأة الحورية هيجي في دماغكم مين؟ هيجي في دماغكم مارلين مونرو، هيجي في دماغكم كليوباترا، هيجي في دماغكم الشخصيات دي اللي هي أغوت الرجالة، ولكن نهايتها كانت مش حلوة. بسبب مين؟ بسبب الرجالة. فأنا هتكلم عن المرأة الحورية بشكل مختلف، مش الشكل المؤذي، لأن اللي استخدمت الإغواء بطريقة غلط وعن صدمات طفولة مع الراجل اتأذت. طيب ايه هو بقى الإغواء وإزاي تبقي امرأة حورية؟ هل بيعتمد على الشكل؟ هل بيعتمد على الجسم؟ لا، في ستات كتيرة بتبقى أقل جمالا ولكن بتلاقيها أخدت راجل من ست تانية أكثر جمالا، وبنشوف أمثلة كده كتير إن هو بيرتاح مع واحدة عن التانية، مش فارق معاه شكلها أو يبقى نفس الشكل بس بيسيب واحدة عشان واحدة تانية. فالأمثلة دي احنا بنشوفها كتير قوي في حياتنا. الفكرة في ايه؟ المرأة الحورية شخصيتها ايه؟ وهل انتي أصلا تقدري تبقي زيها بسهولة؟ ان انتي يبقى عندك الصفات دي هي مش بسهولة، ولكن انتي محتاجة تشتغلي عليها لو انتي عايزة تبقي الشخصية دي، لأن هي سلاح ذو حدين. لو استخدمتيه غلط أو بقت شخصيتك بطريقة غلط هتجذبي علاقات سلبية في حياتك وعلاقات استغلالية وهتتعرضي للأذى. أولا، المرأة الحورية هي امرأة قوية، يعني مش هي هشة من جوه عندها صدمات طفولة فبتستخدم القوة الخارجية الظاهرة بس، لا، هي قوية ولكن عارفة امتى تستخدم ضعفها. الراجل بيحس ان هو مع ست مش قادر عليها، مش ست اول ما تشوفه بتظهر ضعفها ليه، مش ست محسساه ان هي محتاجاله، لا، هي ست اللي بتكون بتدي طاقة اللي هو انا مش محتاجاك، طاقة اللي هي ابعد عني. الطاقة دي بقى هي اللي بيحبها الراجل، لان هي بتخلي عنده احساس التحدي، ولكن مش الطاقة اللي هو انا بديله وش، ان انا هديلك وش ان انت تبعد عني وان انا مش طايقاك وهعاملك بقلة ذوق، لا. المرأة الحورية ذكية في ان هي توصل احساس، ولكن في نفس الوقت طريقة تعامل ما تتمسكش عليها، تخليها برضو مرغوب فيها. هل بتستخدم صوتها أو بتستخدمه، وبتعرف إن هي إمتى تعمله برتم معين في دلع وإمتى برتم حاد مع الراجل. يعني انتي محتاجة تشتغل على ايه؟ على أول حاجة محتاجة تشتغل على شخصيتك، ان انتي تشعري ان انتي مش محتاجة اي حد في حياتك، انتي مش محتاجة للراجل في حياتك. والراجل لما بتشوفيه ايا كان هو هيبته ايه، شكله ايه، مكانته ايه الاجتماعية، انتي مش بتحسسيه ان هو كتير عليكي وان هو ذو مكانة اعلى منك وبتتلهسي علشان ان هو يلاحظك. الحورية مش بتتلهس عشان حد يلاحظها، هي بتحس بمكانتها حتى لو في حضور حد ذو مكانة أعلى، لا، هي شايفة نفسها مكانتها عالية، مش بأي مناصب ومش بأي حاجة تانية. يعني مش شرط تبقي بيزنس وومن، تبقي واحدة مشهورة، انتي حاسة الإحساس الداخلي روحك وشخصيتك طاغية على أي منصب، فبالتالي بتبقي طاغية على أي راجل. فده هو بيحسه، بيحس إن هو الهالة اللي حواليه دي مش مؤثرة فيكي، يعني مش ده اللي جايبك سكة زي ما بيقولوا كده. فهو بيحس ان هو محتاج يعمل مجهود علشان يحصل على انتباهك، اللي هو انت المفروض زيك زي اي ست لما تشوفيني ان انا عندي هيبة وحضور وشكلي حلو وكاريزماتيك وحواليا ستات كتير، انتي هتبقي بتتلهسي عليا، بتبقى عايزاني، بتظهري لي ده. ولكن المرأة الحرية بتبقى ثابتة في مكانها وبتشوف كل ده من غير ما تعمل اي حاجة ومن غير ما تبدي اعجاب. الاهم ان انتي يبقى عندك القناعات دي، ان انتي لما تشوفي راجل ما تشوفوش بفكرة هو يمتلك ايه، يمتلك منصب، يمتلك شكل، يمتلك تعليم. انتي بتشوفي نفسك انتي تمتلكي ايه، دي اللي محتاج يتعب علشان تبصي عليه، مش الحاجات الخارجية. فمهم ان انتي ما تعظميش من شأن اي حد. هي دي المرأة الحرية. عارفين ذكاء الام مع عيالها؟ يعني الام مع عيالها هتتعامل ازاي؟ انا عارفة ان المثال ده بعيد، ولكن تشوفوا الام بتتعامل مع اولادها ازاي. كل واحدة فينا جوانا ام، فانتي بتطلعيها وانتي امرأة حرية في ان انتي بتشوفي الراجل ده على ان هو طفل كبير، ايا كان منصبه وايا كان مكانته، انت بالنسبه لي كده، انا مش شايفاك ان انت حاجه كبيره. وفي نفس الوقت انا عايزاكي تشغلي الطاقه دي، حتى لو انت مش ام بس بتحسيها تجاه الاطفال، شغليها على الراجل بقى.
ان انتي تشعري في وجوده ان هو مش هيجبر عليكي مهما كان الحاجات اللي حواليه، هو مش كتير ولا هيجبر عليكي. فالمهم ان انتي يبقى عندك قناعات ان مهما كانت انتي مكانتك ايه، مفيش حاجة اعلى منك. دي اول قناعة لازم تبقى عندك، ودي مرتبطة بالثقة بالنفس، لان انتي محتاجة تشتغلي على ثقتك بنفسك ايا كان انتي شكلك ايه، مكانتك ايه، محتاجة تشتغلي عليها، ودي ممكن نعمل لها فيديو. تاني قناعة مهمة ان انتي تعرفي ان الست او البنت اهم حاجة حضورها، بيطغي على شكلها، بيطغي على اي حاجة تانية، ولكن ده ما يمنعش ان انتي تهتمي بشكلك وتهتمي بجسمك، وتعرفي ايه اللي بيليق عليكي وايه اللي بيظهرك وايه اللي لا. كلها دلوقتي بقت شبه بعض، والستات كلها بقت شبه بعض، بس بنفرق ما بينهم ازاي؟ بالروح وبالحضور وبالتعامل. الفكرة بقى ان انتي تعرفي تكتسبي ده، فمش مهمة خالص دلوقتي انتي شكلك ايه، جميلة جدا مش جميلة، متوسط الجمال، جسمك ايه، المهم اشتغلي لي على فكرة ان انتي تشتغلي على شخصيتك وعلى حضورك، وان انتي تظهري مش فيك، ما تمثليش ولا تصطنعي اي حاجة، ولكن تحسي ان انتي في اي مكان ذو قيمة من غير تكبر. المرأة الحورية مش متكبرة، ولكن هي قاعدة في مكانها وعارفة كل حاجة ماشية ازاي. المرأة الحورية لما بيعجبها راجل، هي بتوصل له احساسها من غير ما تقول ولا كلمة. نظرة عينيها بيبقى فيها رغبة للراجل، فهو بيحسها. نظرة العين من غير أي كلام جريء، من غير أي حاجة بتقول، بيحس بأنوثتها وبيحس بطاقتها. فنظرة العين بتغوي الراجل لو استخدمتيها صح. الكلام ده عشان ما ندخلش في سكة حلال وحرام، أنا بشجعش على أي حاجة حرام، استخدمي الحاجة دي في الحلال بقى زي ما تشوفي طريقتك هتبقى عاملة ازاي، مش مسؤولة عن ده. اوكي؟ طيب، النظرة مهمة جدا في الإغواء، ان انت يبقى ليكي نظرة فيها رغبة وما تتكسفيش. ان انت مش معنى كده ان هي تبقى رغبة سيكشوال، ولكن بتبقى رغبة اللي هو ايه، الإعجاب يظهر في العين من غير ما تتلهسي. يعني تبقى نظراتك جريئة وفي نفس الوقت بتتكلم. المرأة الحورية بتلعب جدا على النظرات وشاطرة فيها، شاطرة جدا في البادي لانجوج، ملهاش مشكلة خالص ان هي تظهر مشاعرها من عينيها، اللي هو يتقالي سحر العيون دي جابتني من نظرة عينيها. الحورية شاطرة في ده. الحاجات دي انتي اهو تقدري تتعلميها، او ان انتي تشتغلي على ثقتك بنفسك، تتعلمي ان انتي يبقى عندك حضور، تتعلمي ان انتي البادي لانجوج والنظرات. لما تشوفي حد هتعرفي من البادي لانجوج بتاعته هو ايه من ناحيتك، بيبصلك ازاي من تعامله. لو تعامله مريح قوي في حضورك يبقى انتي مش شغلاه ومش مهمة عنده، ولكن لو البادي لانجوج مش مرتاحة قوي وفي نفس الوقت بصلك، انتي هنا في وقتها تفهمي ان الشخص ده مركز معاكي ولفتي انتباهه. المرأة الحورية بتستخدم عقلها وتستخدم ذكائها، وده اللي بيخليها ظاهرة وسط ألف بنت حلوة، لان هي بتعرف ان هي تماركت لنفسها من غير ما تعمل اي حاجة خالص. في حوريين مزيفين اللي هم بيروحوا ينفخوا ويشدوا ويحاولوا يظهروا نفسهم بالجسم الملفت اللي هو يغوي الراجل، واللي هو الراجل بيبقى نفسه ان هو يبص عليه. ولكن المرأة اللي زي كده مش بتكمل مع راجل لو هي اعتمدت بس على جسمها، لاني كل حاجة ليها فترة والشخص بيزهق. لو الشخصية ما طغتش على الشكل وعلى الجسم، الحاجة بتاخد وقتها وبتاخد حضورها وبتروح، ولكن ايه اللي بيأثر؟ الشخصية. فكرة ان انا دايما انا حاسة ان انا ذو مكانة وان انا مرغوب فيا من غير ما اعمل اي حاجة خالص، ومن غير ما اقدم كتير ومن غير ما اثبت له كتير. فانتي لو حاسة ان انتي عندك مشكلة مسببالك ازمة في ان انتي تبقي واثقة من نفسك، زي ان انتي وزنك زايد قوي او ان انتي نحيفة جدا، مش عيب ان انتي تشتغلي عليها عشان تبقي امرأة حورية، ولكن ما تخليهاش هي شغلك الشاغل. يعني ما تخليهاش هي رقم واحد عندك. خلي رقم واحد عندك ان انتي يبقى حضورك واضح وليكي ظهور بشخصيتك وبروحك الأول، لأن ده اللي هيفرقك عن أي حد. ايه تاني المرأة الحورية بتعمله؟ المرأة الحورية عارفة غرائز الرجل، وعارفة كويس ان الراجل زي ما مهم معاه ان الراجل السكشوال مهم عنده، مهما حاولنا ننكر ده، فالسكشوال مهم عند الراجل. فلو انتي متجوزة بتعرفي وعرفتي تلعبي على نقطة الضعف دي اللي عند اي راجل، صدقيني انتي هتملكي قلبه زي ما بيقولوا. ولكن انا الجزء ده مش بتاعي، وسامحوني مش عارفه اتكلم فيه لان هو محتاج شرح ارجع ان انا اتكلم فيه برغم ان انا متجوزه. بس اقول لكم كده تيبس سريعه ان انتي اختصارا كده تكوني عارفاها. لو انتي في السكشوال
بتعملي الحاجة علشان ترضي الراجل فقط ومش عشان ترضي نفسك وبتخافي ان انتي تقولي لأ، اعرفي ان العلاقة علاقة أخذ فقط، والراجل هيشعر بيها وهتوصل له الطاقة دي، ومع الوقت هتبقي منفرة ليه. مش عيب ان انتي تقولي لأ على حاجات مش عاجباكي، مش عيب ان انتي تطلبي ان يبقى في حاجات معينة انتي حباها. ما تتكسفيش، ما تخجليش، لو عندك مشكلة شاركيها، لو عندك عيب مكسوفة منه حاولي ان انتي تشتغلي عليه، مش عايزة تشتغلي عليه حاولي ان انتي تتقبليه، تخليكي واثقة من جسمك. علاقة مهمة ليكي زي ما هي مهمة ليه. فالعلاقة ما بين الراجل والست لو عرفتي ان هي مش أخذ فقط، مش ان هو مجرد ان انتي بتديله الحاجة دي، علاقتك هتبقى ناجحة. يعني ستات كتير عايشة عشان ترضي بس الراجل وتديله اللي هو عايزه، اللي هو بتسلم نفسها ليه وشكرا خد اعمل اللي انت عايزه، واهم حاجة انت تبقى راضي عني وتبقى العلاقة ناجحة. هي مش هتبقى ناجحة. فالمرأة الحرية عارفة الموضوع ده كويس، وعارفة ان الموضوع والراجل بيشعر فيها ان هي كمان بيبقى عندها رغبة فيه، مش مجرد ان هو هياخد بس. طب لو ست مش متجوزة، مجرد النظرات، وانا هنا مش بتكلم عن النظرات الجريئة، انا بتكلم على النظرات اللي في العين، الراجل بيحسها، الطاقة بتوصل، طاقة الرغبة. مش بشجع على حاجة، تمام، مش بشجع على حاجة. انت عاجبني، كأنك انت اللي بتصطاديه مش هو اللي بيصطادك. انت تعيشي في الطاقة دي، ما ان انت تغذي شعورك وتبقى عندك ثقة في نفسك، ويبقى عندك ثقة في الطاقة اللي بتوجهيها للشخص التاني. انا بتكلم في الطاقات ومؤمنة بيها، ولكن مش الايمان التاني بتاع الناس التانية دي. انا مش تبع الناس التانية، مش تبع دول. انا تبع حاجة تانية، تبع ان الاحساس بيوصل، الطاقة بتوصل، الشعور بيوصل. عارفين كده زي ما بنخش نبقى قاعدين في قاعدة ونقول القعدة دي قفيلة، مقفولين، الناس اللي فيها روحها مش حلوة، طاقتهم مش حلوة. انا بقى معترفة بالجزء ده، اوكي، عشان بس بيجيلي كومنتات الطاقة والكون وما اعرفش ايه. لا، طاقتك مهمة قوي ان هي توصل ان انا ملكة في مكاني. انت قاعدة، انت اللي بتختاري الراجل مش هو اللي بيختارك. يعني دي بتفرق قوي. صدقيني لو اتعاملتي مع اي راجل ان هو اللي في محيطك مش انت اللي في محيطه، الحاجة دي بتوصل له ايا كانت مكانته ايه، وهو اللي هيبقى، انا اسفة في اللفظ، هو اللي هيبقى خدامة عندك. وعلى فكرة هو يحب كده، لأن الراجل بيحب يحس إن هو اللي بيلف في محيط الست، إن هو اللي بيجري ورا البنت، إن هو اللي بيعمل مجهود عشانها مش العكس. فدي في غريزته، دي الغريزة اللي ربنا خلقه بيها، إن انت تحسي وتستشعري بأنوثتك وبطاقتك وبإن انت اللي يتجري عليكي. هي دي المرأة الحرية. طيب الحرية مش مبتذلة، المبتذلة بتقع في فخ المستغلين، المبتذلة ثقتها بنفسها مهزوزة. فأنا مش عايزاكي تكوني مبتذلة خالص. الميك اب اتعلمي الحاجة اللي تليق عليكي، ما تقلديش حد، ولا هو باللينسز الأزرق ولا بالروج الأحمر. كل الكلام ده خطأ تماما، مفيش حاجة زي كده. الفكرة ان انتي زي ما قلتلك انتي بتلعبي على إحساسك وعلى طاقتك واللي بتوصليه، وعلى ثقتك بنفسك وعلى الرغبة، تمام. فانتي هتتعلمي الميك اب وهتتعلمي اللبس اللي لايق على الشيب بتاعك. التفاصيل الصغيرة بتفرق مع الست. يعني الوقت اللي أنا مش عاملة فيه ضوافري، بحس إن أنا في حاجة من أنوثتي كأنا قلت شوية، فأحب إن أنا أروح أعمل ضوافري. في حاجة اتضافت، إحساس بالأنوثة زاد. التفاصيل بتفرق مع الست ومع البنت. مهم أوي إن انتي تهتمي بتفاصيلك أيا كانت صغيرة ايه. مش مهم تبقى تفاصيلك شبه تفاصيلي، ولكن المهم ان التفاصيل دي بتحسسك بأنوثتك، فدوري على الحاجة اللي بتحسسك بأنوثتك واعمليها. عيشي في طاقتك وفي أنوثتك. شعر مهم جدا وبيفرق، بيفرق في حضورك، بيفرق في ظهورك مع الراجل. يعني حتى لو انتي محجبة وده في البيت وده لنفسك، فان انتي اهتمامك بنفسك واهتمامك بشعرك ده هيأثر عليك انتي وهيأثر على أنوثتك. ولو انتي متجوزة فده مهم قوي لجوزك، ان دايما يشوف شعرك في أحسن صورة. المرأة الحرية مش بتتكلم عن صحابها، عن أصدقائها، عن ست تانية في حضور راجل. قوي ستات طيبة بتقع في المشكلة دي. خلي انتي بس اللي حضورك ظاهر في حضور راجل، ولا بالخير ولا بالشر، وما تظهرلوش ان انتي في تحدي وفي تنافس ان انتي الأحسن وان انتي الأحلى، لأن ده بيقلل منك. المرأة الحرية ما بتعملش كده. المرأة الحرية هي امرأة تشتغل على نفسها أكتر. هي دايما ماسكة زمام الأمور، دايما بيحس ان هي ثابتة، ان هي مش محتاجاله، وسهل ان هي تتخلى عنه، وسهل ان هي تسيبه حتى لو هي مش واقفة على أرض ثابتة. يعني لو انت ما عندكيش أرض ثابتة، ما عندكيش طموح، ما عندكيش أهداف، ونفسك تبقي امرأة حرية، فلازم تبقي مستغنية طبعها عن أي راجل، وما بيفرقش معاها أي حد، ولكن بذكاء. مش باللي هو انا مش عايزاك،
انت مش فارق لي لا، هي بتصرفاتها بأفعالها بتقول ان هي سهل تستغنى عنه، وهو بيحس بده. مش بتعبر عن مشاعرها كتير، هي عبارة عن body language، عبارة عن روح، عبارة عن حضور، عبارة عن هو ان انت اللي في دايرتي، ان انت اللي بتعمل عشاني، انا هستقبل اكتر، انا هستقبل منك بنسبة 70% وهديلك بنسبة 30%. فمهم اوي ان انت تعملي المعادلة دي. خلاصة الكلام، اهم حاجة ان انت يبقى عندك قناعات ثابتة، ان انت فعلا تبقي شايفة ان اي راجل اقل منك مديلوش مكانة كبيرة في حياتك. فوقتها لما ما تخليش الراجل بالبلدي كده، لما ما تخلوش يشوف نفسه عليكي، انت وقتها تبقي امرأة حورية. لما انت تعتزي بنفسك وتعتزي بشكلك، ايا كان هو شكلك ايه، ايا كان جسمك ايه، تعتزي بيهم وتبقي فخورة بنفسك ومعجبة بنفسك انت الاول، وشايفة نفسك ان انت حلوة، انت بتسمعي نفسك الكلام الحلو، ما تبقيش متصنعة وتقلدي حد، تبقي في انوثتك وعلى حاجة اللي تليق عليكي وتظهري نفسك وسط 1000 بنت، وقتها تبقي امرأة حورية. لو عجبك الفيديو ووصلتي معايا للآخر اعملي لي لايك عشان بيفرق معايا قوي ان انا اكمل على اليوتيوب، وسيبي لي كومنت ان انتي استفدتي. اشوفكم في فيديو جديد.